عادت من جديد خبيرة التوقعات ليلى عبد اللطيف لتتصدر الترند مرة أخرى، وذلك بعد تحذيرها الأخير لعدد من الفنانين بسبب فيروس خطير. وقالت في تصريحات تلفزيونية: هناك فيروس سيظهر في عدة دول وليست مصر فقط. وتابعت: يجب على الفنانين أن يأخذوا احتياطاتهم خوفا على صحتهم من أي عارض صحي مفاجئ. وتابعت: أخص بالذكر الفنان عادل إمام ونجوى فؤاد وشمس البارودي وميرفت أمين ونجلاء فتحي وحسين فهمي ونبيل عبيد ونادية الجندي وإسعاد يونس. كانت ليلى عبد اللطيف أكدت أن عام 2025 قد يشهد بدايات حرب عالمية ثالثة، وتوقعت أن هذه الحرب ستؤثر على العديد من الدول وتؤدي إلى تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار العالمي. وقالت: من أبرز السيناريوهات المتوقعة مجاعة عالمية كبرى تهدد العديد من البلدان. وأضافت: كارثة كبيرة في البحر المتوسط تثير قلقا عالميا وتأثيرات بيئية واقتصادية. وأوضحت خبيرة التوقعات تنبؤات للاقتصاد المصري خلال عام 2025. وقالت ليلى عبد اللطيف خبيرة الأبراج خلال حوارها ببرنامج الحكاية على قناة MBC مصر: عام 2025 سيكون عاما مليئا بالخير والأمل لمصر، وسيشهد تحقيق إنجازات اقتصادية وسياسية تعيد تشكيل ملامح المستقبل. وأضافت: مصر ستصبح واحدة من أكبر الدول الصناعية في منطقة الشرق الأوسط، مما سيتيح لها تحقيق ملايين الدولارات كعائد من القطاعات المختلفة.